عرفت باعتبار اني اشتغل في القطاع البنكي منذ 1991، منذ 25 سنه اشتغل كإيطار في القطاع البنكي. متحصل على الاستاذيه في التصرف والمحاسبه من معهد اعلى دراسات تجاريه HEC، ومتحصل على الدبلوم العالي للتقنيات البنكيه بباريس سنه 2002. اتجنب كثيرا الحديث عن القطاع البنكي في مداخلاتي الفيسبوكيه لسبب بسيط يكون ذاتي او مهني، انه القطاع يتحكم فيه عصابه. نرجع ل 3 ولا 4 نقاط في ما غير ما نطول عليكم. ديجا جماعه الكل نرحب بكم الكل، واللي يلزموا nous tous nous contribuons à son évolution. Ça peut stagner si nous tous contribuons à ça. Ils sont inédits, c'est-à-dire qu'ils ont été écrits pour le journal. فما des articles corrigés au plus vite على خاطر اذا جريده تحب تكون عندها صدى كبير ياسر وتحب تأدي رسالتها كما احنا راغبين في هذايا. صحة شربتكم فاطمة كمون. أنا الحقيقة كل أصدقائي معناها اللي افتخر بهم مانيش لا أدعي أني أكتب فيها أو أنشط معناها، فقط جاية لهنا بوجود أصدقائي. الزراعة أنا نشوفها حلمة حلوة برشا معناها، من اللي يبداو هو في حراك كما قال شعب المواطنين، وأنا نتبع فيهم خاطر عندي علاقة بالبعض منهم في مشاريع سياسية. ولذلك في المستوى هذا الزراع أدت دور وقاعدة تؤدي في دور مهم. اللي انتخبت النصر المرزوقي كان عندهم أبور تري امبورتون بين قوسين اوفيسيو ولكن رسمية أيضا، واكتشفوا معناها يلوجوا على هذه المجموعة وغيرها من المجموعات القريبة منها اللي يسمعوا بها ولكن يخدموا في مجموعة. هذوما يبدو بأنهم يفعلون يوميا في السياسي في شكل التعامل مع الانتخابات، مع الاستحقاق الانتخابي القادم، دعما او مقاطعه. كنت ديما اللي قلقني مثلا التنحيه وكل واحد كانت تقلقني برشا، فقلت عندي زميل زاد يقري فرنسي حكى لي عليها وكل شيء، قعدت ننتبه لها. بالطبيعه جريده جاده جدا، اللي الحاجه اللي معناها اللي اهتميت فيها الجديه والانضباط، معناها ثم مسألة نتاع الجدية والانضباط والتقيد الصارم مثلا بالصورة بالحاجات يعني مانيش قايمة بواجبي كعضوة يعني مشاركة كاتبة في الجريدة. سي شهاب قاعد يقوم بكل شيء ونشكروه برشا. سي شهاب اللي قاعد يعطي فينا في دفعة وفي روح كبيرة باش نكتبوا. أنا التجربة خذتها بكل محبة، بكل رغبة، بكل يعني نكتب كما نقولوا بكل يعني عفوية. أي يعني تقريبا توا عندي في فوق ال40 للزراع أو لبعض الكتاب الزراع، وصديق مشاكس لسونيا الزكراوي. ما راتنيش به. طبعا ان شاء الله ربي يوفقهم الاصدقاء الكتاب في موقع الزراع. نعملوا وجه معناها مش في الوردي راهي. ما عرستش انا ما عرستش. بس سيدي صح شربتكم الناس الكل. تسمع هيك صغير شامخ، صديق للكتاب في موقع الزراع. نقرا لبعض الكتاب اللي موجودين في الموقع. ربما نجبدهم بعد، وانا ماشي نحب نقول جاءت الثوره في 2011 ربما فاجأت الاغلبيه الساحقه بتاعنا كمش كلنا، والى الان مازال فيها خلافات. ثم ناس تقول ماهيش ثوره، ثم ناس تقول وفات، ثم ناس يقولوا لا بالعكس راهي توا بدات. مازلنا في مسار جديد، ولكن الثوره هذه بالنسبه لنا اكتشفنا بها اكتشاف كبير، انه احنا ولا ما نعرفوش بعضنا. عندنا 60 عام ما نحكيوش مع بعض، ما ثماش حوارات وطنيه بمعنى على مستوى الوطن في كل مرحبا بكم، عمتم مساء. زراعي جريدة بتاعكم، واعتقد هي مشروع اكثر منه جريدة، ومشروع بفضل وبجهد الجميع. اعتقد الجريدة هذه اعتقد مال والاحلام فيها استمرار
لنفس الثورة وفيها أحلام. عضو في هيئة تحرير جريدة الزراع. هي التجربة راهو معناها تجربة تواصل الحاجة بدات تقريبا من 2012 معناها نفس الإطار اللي سميته سونيا الصحبة تكونت معناها صحبة على أساس القلم ونعمة الصحبة هكا ولا سي طيب معناها سي طيب نعرفه بالقلم من قبل عهد الفيسبوك معناها من التقليدي اللي حبوا يفرضوه علينا معناها تلك 5